بەشەکە درێژە هەواڵێن هێژا دیسە ئەم جارێکە دنجوەرە دەبێژن هون سەرسەرا و سەرچاوا هاتنەوە ام وی شورش تباهی گلا پیروز دکن کسین گو اینو بچه برخدانی دکن لشهیدین گو سرکفتنا وی گلی برخستنا وی دبه سکنه کیوک وی سکنه جبرویجی سرکتی کود شخصا و مشغول به با آرمان جو هدف نظم و مشغول نبه وی دمی او گل مونده دکه رزگار کش دست داعشی جبرویجی برخستنا گل یکتیا گل و براتیا گلان او جبو ما اساسا او ايكو دلينيكو ام قاب بقاب بسركبه لكلاك ويجي اگر نتوا دموقراطية جوهري وإيرو للرجاوي بخسترنا قال جكومن بقرا حتى بكار انيش خواوي سوري بفي ريبا بليا خسر وياكتيا وان او ذكار مبسرخيني شورش هیویا وقتن من شوري اخوا مسلم البرن بچارەساری و هەگەر سووری تەفدا دناوێت شو هر کس ويرا جنين كل مناسبة 19 تموز السنة الثالثة عشر نبارك للقائد الأممي عبد الله أوجلان. ثورة 19 تموز هي ثورة المرأة. وفي هذه الثورة حققت المرأة جميع الانتصارات في جميع المجالات السياسية والعسكرية والمدنية، لأن قبل هذه الثورة كانت المرأة ليس لها دور، مهمشة من جميع المجالات، ولكن بعد هذه الثورة حققت المرأة انتصارات وأثبتت وجودها في جميع المجالات. وبالنسبة للهجمات لإفشال مشروع الإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية بنهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، حاولت الدولة التركية إن كانت أو داعش لإفشال هذا المشروع من جميع الجهات. أصبح النساء العربيات لهن أدوار كبيرة وصاحبات وصانعات قرار. أهم وآخر إنجازات هو صياغة عقد اجتماعي خاص بالمرأة، ونبارك ونهنئ لجميع نساء شمال وشرق سوريا ثورة 19 تموز، وندعو جميع النساء في شمال وشرق سوريا والعالم أجمع للالتفاف حول مشروع الأمة الديمقراطية ومشروع الإدارة الذاتية. Şirine